هو ليه محمد صلاح ما عملش تهنئة على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا لمنتخب المغرب؟ برغم ان هو عربي. ومحمد صلاح مش فرحان للمغرب ولا ايه؟ في البداية بقول لك صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبنبارك لاخواتنا المغاربة على الانجاز التاريخي اللي لم يستطيع اي منتخب عربي ان هو يوصل للمرحلة اللي وصل بيها ليها اسود الاطلس. بجد انجاز تاريخي مع مدرب محلي. وليد قدر يصل لنقطة بعيدة المدى مع منتخب المغرب، وقدر يخليه في المربع الذهبي وينافس على الكاس، مش مجرد مشاركة وخلاص. ولكن بدأت الأقاويل وبدأت السوشيال ميديا: ليه محمد صلاح ما هنأش لاعبي منتخب المغرب عكس باقي اللعيبه زي رياض محرز، زي النني، زي اللعيبه كلها اللي هنأت منتخب المغرب على الانجاز ده؟ طبعا احنا ما نعرفش الظروف اللي فيها محمد صلاح. وانا قبل ما ابدا في كلامي كده، انا فرحان جدا جدا، وكأن منتخب مصر هو اللي محقق الانجاز ده، بالانجاز اللي عملته المغرب، وكلنا بنساند المغرب وبندعي للمغرب. ولكن هنجي نشوف حملة الهجوم اللي على محمد صلاح على السوشيال ميديا. هقول لكم ان افريقيا مش هتجيب حد زي محمد صلاح تاني. محمد صلاح عمل انجازات كلاعب، ما علينا بقى ان هو ما عملش انجازات مع منتخب بلده، ولكن محمد صلاح عمل انجازات لا يمكن ان تخفى نهائيا. وتعال اقول لك، محمد صلاح لما بينافس على اي جايزة زي جائزة افضل لاعب في العالم، الغرب بيصوتوا له واحنا كعرب محدش بيصوت له. يبقى من حقه يزعل، من حقه ما يبعتش برقيات تهنئه او ينزل على السوشيال ميديا لاي حد. ودي حاجه شخصيه وتخصه هو وتمثله هو، سواء انت بقى عايز تحبه وعايز تكرهه. محمد صلاح نجم وهيفضل نجم لامع، وعمل انجازات كبيره جدا كلاعب افريقي بيلعب في اقوى الدوريات، مرن بكذا فريق من روما لتشيلسي ليفربول لجميع الانديه اللي لعب فيها، عمل فيها انجازات وساب فيها بصمه. محمد صلاح فخر وهيفضل فخر، برغم ان الناس مختلفه عليه جدا ان محمد صلاح ما بيأديش اداء في المنتخب، ولكن محمد صلاح ما بيلاقيش اللي بيلعبه في المنتخب. فانت لو هتطلع تهاجم محمد صلاح وتحطها بقى نقطه علشان تعمل ترند وتقول ان هو ما دعمش اخواننا المغاربه او ان هو ما باركلهمش، ده حاجه ما تخصكش. خليك في نفسك. ابو صلاح هيفضل فخر العرب، وان شاء الله اللي جاي احلى. وبالتوفيق للمنتخب المغربي ولاخواننا المغاربه، وبجد انجاز تاريخي اعزكم الله. وطبعا رفعت رؤوس العرب والكرة العربية، واعطيته دفعة للمنتخبات اللي هتلعب في كأس العالم بعد كده. في النهاية بقول لك صلى على النبي والسلام.